لواء من الجيش المصري بيقول: ثلاث سيناريوهات في الحرب الإيرانية والقصف الإسرائيلي الأمريكي. ثلاث سيناريوهات تتمثل في أن تكون هناك ضربات قوية مؤثرة تمثل ضغطا شديدا على القيادة الإيرانية وتدفع القيادة للقبول بتنازلات في العملية الدبلوماسية. السيناريو الثاني فيكون حسب الموقف الرسمي الإيراني المعلن منذ فترة قصيرة بأن الرموز الدينية والقيادات والقدرة النيرانية الأسلحة لم تتأثر، وبالتالي يكون ذلك دافعا لإيران للاستمرار في أعمالها العسكرية بعنف والرد بقسوة في كل الاتجاهات. السيناريو الثالث وهو الأقوى، كما يتصور القائد في الجيش المصري أن استهداف منصات إطلاق الصواريخ لم يكن بشكل كبير، والدليل على ذلك قدرة الجيش الإيراني على إطلاق الصواريخ على الدول العربية، وقد تميل إلى استخدام النظام الذي استخدمه في حرب 12 يوم، وهي استهلاك صواريخ الدفاع الجوي في منظومات الدفاع الجوي في إسرائيل ولدى القواعد الأمريكية، وبعد ذلك استخدام الصواريخ البالستية الأسرع من الصوت الفرط صوتية، ومنها الصواريخ التي يحمل عدة رؤوس متفجرة. وهناك أيضا احتمال باستهداف أي قطعة حربية أمريكية في الأسطول الأمريكي، خاصة أن حاملة الطائرات جرى إبعادها لأكثر من 2000 كيلومتر في بحر العرب، وإبعاد كل السفن الأمريكية عن محيط الصواريخ البالستية الإيرانية. لكن ما يتعلق بإسقاط النظام الإيراني من وجهة نظري لن يحدث بالعمل العسكري ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة لإيران، إلا أن أتصور أن إسقاط النظام لن يأتي إلا بتغيير عقيدة الشعب الإيراني تجاه الدولة، وأشك في ذلك.